السلام عليكم. مقتل مهندس سوري وإصابة إيراني. رويترز: إسرائيل استهدفت برنامجا سريا لإنتاج الصواريخ موجهة في دمشق. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. كشفت وكالة رويترز في تقرير خاص تفاصيل الغارة الإسرائيلية التي استهدفت حي كفر سوس في دمشق ليلة السبت الأحد. وبحسب رويترز فإن الغارة استهدفت اجتماعا لخبراء من الحرس الثوري والسوريين، كما استهدفت برنامجا سريا لإنتاج الصواريخ موجهة بإدارة الحرس الثوري. وأفاد التقرير عن مقتل مهندس في الجيش السوري وإصابة مهندس في الحرس الثوري بجروح خطيرة في الغارة، وجرى نقله إلى طهران. كما لفتت رويترز إلى أن خبراء من الحرس الثوري ناقشوا مع مهندسين سوريين برنامج تطوير طائرات مسيرة، في حين تعمل أجهزة أمنية إيرانية عدة في حي كفرسوس في دمشق. وقال مصدر مقرب في الحكومة السورية على علم بضربة الأحد، والهدف إنها ضربت تجمعا للخبراء الفنيين السوريين والإيرانيين في تصنيع الطائرات المسيرة، رغم أنه قال إنه لم يقتل إيراني رفيع المستوى. وقال المصدر الضربة أصابت المركز الذي كانوا يلتقون فيه، وكذلك شق في مبنى سكني قتل مهندس سوري ومسؤول إيراني ليس رفيع المستوى. وقال مصدر ثاني تحدث إلى عناصر أمنية سورية مطلعة على الأمر أن الإيرانيين كانوا يحضرون اجتماع الخبراء الفنيين في منشأة عسكرية إيرانية في قبو مبنى سكني داخل مجمع أمني، مضيفا أن أحد القتلى مهندس مدني بالجيش السوري عمل في مركز الدراسات والبحوث العملية السورية، الذي تقول الدولة الغربية إنها مؤسسة عسكرية أنتجت صواريخ وأسلحة كيماوية. وقال مصدر أمني إقليمي إن أحد مهندسي والحرس الثوري المتورط في برنامج الصواريخ الإيراني أصيب بجروح خطيرة ونقل إلى مستشفى في طهران، بينما لم يصب عضو آخر بالحرس الثوري في الاجتماع بأذى. وقال مصدر آخر وهو مسؤول استخبارات إقليمي مطلع على الضربة إن الهدف كان جزء من برنامج سري لإنتاج الصواريخ الموجهة يديره الحرس الثوري الإيراني. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.